أسوأ حاجة ممكن يعملها مشتري في الميد ماركت إنه يشتري عقار وما يبقاش عارف حجم السيولة في الفئة أو المنطقة اللي بيشتري فيها. طب يعني إيه سيولة أصلاً؟ السيولة هي هتقدر تحول عقارك لكاش في وقت قد إيه من غير ما تضطر تنزل في السعر عشان البيعة تتحرك. الوديعة في البنك سيولتها كاملة، كاش فوري بكامل القيمة. السهم سيولته عالية، بتبيعه في ثواني بسعر السوق. لكن العقار غير سائل بطبيعته، البيع بياخد أسابيع أو شهور، ولو محتاج تبيع بسرعة في الغالب بتقبل أقل من سعر السوق عشان تحرك البيع. في العقار تحديداً السيولة بتختلف اختلاف كبير على حسب المنطقة، لأن اللي بيصنع السيولة فعلاً هو حجم معاملات البيع والشراء في المنطقة أو المايكرو لوكيشن اللي انت فيه. فالسؤال اللي لازم تسأله نفسك قبل ما تشتري، عقارك هيبقى جزء من سوق إعادة البيع فيه 100 معاملة في السنة ولا 1000 معاملة؟ ده الفرق بين رأس مال بيتحرك ورأس مال محجوز. طيب ده بيشتغل إزاي في الاتجاهين؟ السوق الصاعد السيولة بتعمل حاجة محددة، بتزود سرعة تحقيق وتحصيل مكسبك بدل ما تتفرج عليه على الورق. في السوق الهادي بتعمل حاجة أهم، بتحدد انت بتبيع بسعر السوق ولا بسعر تحت السوق علشان تعرف تخرج، لأن قيمة عقارك ممكن تكون زي ما هي، بس اللي اتغير إن المشترين قلوا. في العقار السيولة بتحمي لما السوق ينزل وبتزود العائد لما السوق يطلع. ببساطة السعر بيقولك هتدفع كام، السيولة بتقولك هتسترجع كام، والاتنين مش نفس الحسبة.